في الذكرى الثانية للثورة بدأنا حملة معا نبني مصر. مبروك عليك يا مصر، شبابك الجدعان، رمزي الهرم والنيل وجنودك الفرسان. مبروك عليك يا مصر، شبابك الجدعان، رمزي الهرم والنيل وجنودك الفرسان. شباب تاريخنا الحي شالوا شموع الضي، حسوا بهموم الناس قالوا لا للطغيان. شباب تاريخنا الحي شالوا شموع الضي، حسوا بهموم الناس قالوا لا للطغيان. عليك يا مصر شبابك الجدعان. محمود الوكيل رئيس شعب سيدنا عثمان بن عفان منطقة بترمي والمسلمين. في حملة معا نبني مصر اللي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالتضامن مع أهل مصر الشرفاء، وهم كثير وكل أهل مصر الشرفاء، قمنا بحملة تنظيف المدرسة. الحملة بتشمل تنظيف المدارس وعمل الصيانة البسيطة وقوافل طبية. النهارده في قافلة طبية لمرضى الكبد. وقلنا في الأسبوع اللي فات حملة في المدرسة الإعدادية بنات. لو حضرتك هتصور هتشوف إن كل يعني الناس بتشارك في الحملة، سواء بالتنظيف عملنا دار فوق، وتم الوقت عمل رسومات وكلمات تدعو لحب الوطن والتحلي بالاخلاق. فمن هذا المنطلق الحملة مستمرة مدى الحياة، حملة أعلنتها الجماعة والحزب، وبندعو من موقعنا هذا كل الشرفاء في مصر وكل أهل مصر الشرفاء بمسيحييها ومسلميها، برجالها ونسائها، بكبارها وصغارها، أن ينضموا لهذه الحملة حتى نبني مصر ويسعد بها الأجيال، ونطبق قاعدة زرع آباؤنا فأكلنا واليوم نزرع ليأكل أبناؤنا. مبروك عليك يا مصر، شباب ملوش مثيل، حطم حصون الفساد وبنالنا كل جميل. مبروك عليك يا مصر، شباب ملوش مثيل، حطم حصون الفساد وبنالنا كل جميل. قلت ان احنا نبدا نساهم في بناء البلد ده مش عشان خاطر الاخوان ولا عشان خاطر الدكتور محمد مرسي ولا علشان خاطر اي حد، هي من اجل البلد فقط لا غير. كل اللي بيحصل ده من اجل ان احنا نبدا نوري للعالم جميعا ونثبت للعالم ان شباب مصر قادر على بناء البلد. ولما بدانا الحمله دي شاركنا فيها الشاب والفتاة والرجل والمرأة، وما بخلناش على حد بأي معاونة أو بأي يعني أي معاونة أو أي شيء إن هو يبدأ يوقف المشروع ده. التحديات كبيرة، احنا معترفين بذلك. المشاكل كتير، احنا عارفين كده كويس. عوامل الهدم عندنا كبيرة، لكن احنا دايما بنتحلى بالصبر، بنتحلى بالإيمان، ولنا قدوة واخدينه هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقدوتنا النبي واحنا من أجله بنبني في هذا البلد، وندعو المجتمع جميعا ان هو يبدأ يشاركنا وينزل معانا. والشغل اللي احنا بنعمله ده مش عايزين منه الأجر من أي حد، ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. دي دعوة للمجتمع كله مع نبني مصر، مش اللي عاملها الإخوان بس، بل عاملها جميع المجتمع. وزي ما انتم شايفين احنا في مدرسة يعني حكومية، ما جالناش مجاملة لفلان أو علان. لذلك دي دعوة للناس كلها ان هي تبدأ تنزل معانا وتشاركنا هذا العمل. يا مصر قومي اشهدي ان الشباب الأبي، يا مصر قومي اشهدي الشباب الأبي عدى حدود الخوف، سطر تاريخه
زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا واجب على كل مصري ان هو يشارك في بناء نهضة بلده، وده مبادرة البلاد دي حققتها جماعة الاخوان المسلمين، ولكن الحمد لله كل المجتمع مشارك فيها، واحنا بنشارك بندافع الواجب الوطني، ان انا لازم ابني فلان، لازم اعمل حاجه لبلدي، على اساس ان انا افتكر ان اولادي ممكن يتعلموا في المدرسه، يبقى لو كل واحد عمل اللي عليه، لو كل مواطن ادى اللي عليه تجاه المدارس، ان شاء الله المدارس دي هنلاقيها حاجه روعه ونخرج من الجمال ان شاء الله. واحنا بنشارك باقل مجهود لنا، وكل واحد باقل مجهود، وعلى اللي يقدر عليه بيشارك له. وطبعا لازم يعني دعوه لكل الناس ان الناس كلها تشارك، لان ان انت تنظف مدرسه او تعمل صيانه في مدرسه ده من اساس نقص في البلد. والحمد لله احنا لاقيين تواجد كبير جدا من المجتمع كله معانا وبيشاركونا في الحمله بتاعتنا، والحمد لله ربنا يتمم علينا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علاء جبر، مسؤول ملف المهنيين والعمال والفلاحين بشعبة سيدنا عثمان بن عفان، وفي نفس الوقت أنا رئيس الأمناء في مدرسة الثانوية الحديثة بنات. جايين يعني في إطار حملة معا نبني مصر، زي ما عملنا مدرسة الإعدادية بنات، احنا جايين نعمل مدرسة الثانوية الحديثة البنات. وان شاء الله باذن الله بعد الثانويه الحديثه هناك هنروح لمؤسسات اخرى وهنشتغل، وزي ما انت شايف حضرتك فرق عمل مختلفه شغاله، في نظافه عامه في المدرسه، في تعليق لوحات، السور زي ما ادهن السور، في حاليا في السور الخارجي رسومات بتترسم وكتابات بتتكتب جميله. وان شاء الله باذن الله برضه هنرسم المدرسه من فوق لتحت كلها. وبيقولوا يعني ممتده لامتى الحمله؟ ان شاء الله احنا بنقول الحمله ممتده مدى الحياه، طول ما احنا عايشين وطول ما احنا موجودين على قيد الحياه واحنا بنبني في مصر. ونشوف التفاعل. المدرسه برضو عامله معسكر للبنات في نفس التوقيت، وفي تلاحم وفي تناغم، وكل منصهر مع بعض في بطاقه واحده، وما شاء الله هنا شغل وهنا شغل، منظر جميل. وانا دعيتكم قبل كده قلت لكم تعالوا يوم الجمعه وشوفوا اللي هيحصل. بصراحه البلد جميله، البلد حلوه، بس محتاجه اللي يحركها. الناس حتى الناس اللي بره المدرسه متفاعلين معانا، الكل اللي جايب شاي واللي جايب ميه واللي جاي يقول اي مساعده، وبصراحه يعني مصر بخير، مصر بخير. وزي ما بنبرز السلبيات لابد ان احنا نبين الايجابيات اللي موجوده في البلد بخير ان شاء الله باذن الله، ودائما الى الامام. وان شاء الله باذن الله هنظل نبني مصر حتى ترقى وتنهض باذن الله. مبروك عليك يا مصر، ثورة وصمود وشهود، بتقول لكل العالم المصري مازال موجود. مبروك عليك يا مصر، ثورة وصمود وشهود، بتقول لكل العالم المصري مازال موجود. ومصر فوق الكل ونرضى ليه بالذل، ومصر فوق الكل ونرضى ليه بالذل. ولادها زي الفل وسقفة للجدعان. عليك يا مصر شبابك الجدعان، رمز الهرم والنيل وجنودك الفرسان. مبروك عليك يا مصر شبابك الجدعان، رمز الهرم والنيل. ايمن العدل النهاري بتاع الاعدادي جايبين 10 مناطق مشتركه، وننزل الجدران ونركب عليها ونركب عليها، وقاعدين ننظف جميله. هنطلع حمله مع النبي مصر، وان شاء الله هنختلف الله خليه احسن بكتير ان شاء الله. وجنودك الفرسان
شبابك الجدعان رمز الهرم والنيل وجنودك الفرسان. مبروك عليك يا مصر شبابك الجدعان رمز الهرم والنيل وجنودك الفرسان. شباب تاريخنا الحي شالوا شموع الضي حسوا بهموم الناس قالوا لأ للطغيان. شباب تاريخنا الحي شالوا شموع الضي حسوا بهموم الناس قالوا لأ للطغيان. عليك يا مصر شبابك الجدعان رمز الهرم والنيل وجنودك الفرسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتخرجون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. هيا بنا معا نبني مصر، هيا بنا معا لنعيد لهذه الامه كرامتها وريادتها وقوتها وخيريتها معا نبني مصر. انزل وشاركنا في حملة معا نبني مصر. حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.